والله يا جماعة مع كثرة الشغل ورمضان والزحمة ما في وقت إني أسوق وما أبغى أسوق. زي ما أنتم شايفين السيارة حتسوق لوحدها. تفرج. الحلو في الموضوع إنه عينكم لازم تكون على الشارع، مجرد ما عيني تتشتت ما أطالع بالشارع أو مشغولة أو أتكلم مع أحد أو شيء، النظام على طول حيديني تنبيه إنه عيني مو على الطريق، ولو عيني ما انتبهت مرة ثانية حيفصل النظام تماما، حيفصل الأوتو درايف. لما أفصل حزام الأمان شوفوا إيش يصير، فصل الأوتو بايلوت على طول، لأنه السلامة هنا مهمة جدا، فما يمديكم تسوقوا كذا بس. كل هالإبداع والأوبن بايلوت أو الأوتو بايلوت من اختراع شركة كوما وتطوير المبدع ناصر الخالدي وفريقه. تخيلوا يعملوا لكم هذا كله بكم؟ 5000 ريال فقط. 5000 تجيبوا لهم سيارتكم العادية أيا كانت، يركبوا عليها النظام بالبرنامج، وهذا الجهاز شايفين هذه الشاشة هي اللي تقرأ الطريق، هي اللي تشوف عيونكم، كله عن طريق هذه الشاشة. برافو عليهم. تعالوا نشوف مين ناصر الخالدي. يا أهلا وسهلا، أنا ناصر الخالدي، خبير وباحث في مجال السيارات وتقنية القيادة الذاتية. اليوم نستعرض لكم تقنية القيادة الذاتية بالمستوى الثالث. السيارة تسوق وسط الزحمة، تقرأ 3 مسارات، تتعرف على كل السيارات اللي حولها، حتى لو ما في مسارات السيارة تسوق لحالها. لو نضغط إشارة يمين الحين شوفوا حتغير المسار، حتتبع المركبات. هذا المشروع بديت فيه قبل 5 سنوات، تطوير مع شركة أمريكية اسمها كوما للذكاء الاصطناعي على السيارات الكورية. الفكرة بدأت في جهاز، وهذا هو شغال الحين، مدعوم أكثر من 200 سيارة بتقنية الذكاء الاصطناعي.